السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الترمس في البيت بكل التفاصيل وبكل التكات اللي هتلاقيه بطعم بره بالظبط. لو اول مرة تشوفيني متنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. متنسيش تعملي شير علشان الكل يستفيد، وما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في التعليقات. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف مع بعض هنعمل ايه. انا جبت الترمس المستورد من عند البجال. هتقولي له عايزه ترمس مستورد من اللي بيستوي بسرعه، لكن الترمس البلدي بيقعد حوالي اسبوع منقوع في الميه. حطيته كده، حشت منه كل الشوائب وغسلته كده، وبعدين غطيته ميه وخليته من الليل لغايه الصبح. يعني نقعت الترمس ده في الميه من الليل لغايه الصبح علشان ده ترمس مستورد. لكن لو ترمس بلدي هتنقعيه من يوم لغايه اسبوع، يعني مش هيقل عن اسبوع. ممكن ما يكونش برضو اتنقع كويس لمدة اسبوع، ممكن يقعد 10 ايام. وبعدين حطيته كده على النار زي ما انتوا شايفين، ولو في اي ريم او اي حاجة نبدأ نحش كده زي ما انا بحوش. بعد ما نقعته في المية من الليل لغاية الصبح حطيته على البوتاجاز، وبعدين حشت ريم من عليه بعد ما غلى، وبعدين استوى كده زي ما انتوا شايفين. وحطيت عليه مية ساقعة علشان اوقف السوا بتاعه. شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله. كده انا حاطه فيه ميه من الحنفيه علشان اوقف السوا بتاعه. هنبدا نحيجه بقى بملح زي ما تحبي على قد الكميه. لو عايزاه مالح حطي ملح، لو مش عايزاه يعني مالح قوي حطي حبه صغيره. وحطيت نص معلقه من الكمون كده، وبدات اقلبه علشان الحياج يدخل في الترمس كله. وهسيبه لمده ربع ساعه في الحياج ده، وبعدين هصفي الميه. وبكده يكون الترمس بتاعنا خلص. مفهوش اي حاجه خالص، بيستوي معاكي بسرعه، ومفهوش اي خطوات صعبه، سهل جدا، وهيطلع معاكي نفس اللي بنشتريه من بره بالظبط. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم والطريقه عجبتكم. متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. متنسوش دايما 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 تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.